السلام عليكم، يا هلا والله متابعينا الكرام على قناة مواهب صحم. معانا كابتن فيصل نجم الكرة الإماراتية. نقول مساء الخير كابتن. مساك الله بالنور، يا هلا وسهلا فيكم في يا داركم. كابتن، شو رأيك في المهرجان الكروي الأكاديميات؟ والله شوف المهرجان شيء طبيعي، المهرجان مقدم شيء كبير بالنسبة لنا نحن كإماراتيين. نحن نفتخر اليوم، نحن نفتخر بأن نشوف إخواننا سواء من الدول العربية موجودين وعندهم الحماس هذا مؤشر ناجح من بدايته يعني. بالعكس اليوم نحن يمكن نسترجع في ذكريات قديمة وذكريات، يعني نحن يمكن يوم من الأيام كنا في نفس السن، وهذه يمكن كانت أكبر حافز إن نحن وقت في الناشئين بأن تروح إنك تلعب بطولة خارجية ولا تكون في تجمع. هذه هي الاستفادة الكبيرة. أنا أشكر كواترو على التنظيم الرائع، وأشكرهم على الجهد الكبير اللي هم ياسين يقدمونه. وفي النهاية إن شاء الله نحن نتمنى أن نشوف الأجيال هذه إن شاء الله النجوم في السنوات الجاية إن شاء الله. ننتقل إلى الكرة. طبعا الكرة الإماراتية معروفة بنجومها. حظوظ المنتخب الإماراتي في التصفيات هذه؟ والله شوف، أنا بالنسبة لي الحظوظ متساوية بين المنتخبات. المنتخبات كلها وصلت بمجهود كبير. شفنا منتخبات كانت قريبة على للمنافسين اللي صعدوا مباشرة لكأس العالم. وبالأخص خاصة يعني نتكلم عن الحظوظ في الوقت الحالي وفي الملحق هذا. الحظوظ دائما راح أقول لكم أنها متساوي، كونه المنتخبات راح خاصة بالأخص إذا أتكلم عن مجموعة الإمارات وقطر وعمان، ما تقول تجمع خليجي، يعني هذا أول مرة راح تصير. منافسة يمكن راح تكون جديدة من نوعها. نتكلم عن الملحق في منتخب الإمارات وقطر وعمان، مباريات ديربي من الأخير يعني. فبالنسبة لي أنا الحظوظ متساوية للمنتخبات كلها. إن شاء الله أتمنى بالأكيد أن منتخب الإمارات هو يكون الصاعد الأول. بس بنفس الوقت أنا عارف أننا راح تكون في صعوبات وشيء طبيعي يعني. اليوم إذا نصعد كأس العالم مستحيل أنه راح تصعده وراح تقابل منتخبات بسيطة، ولا لا، أنت راح تلعب مع منتخبات راح تكون مستعدة للصعود لكأس العالم. بعيدا عن العواطف، المنتخب الأقوى والأفضل في الصعود منتخب الإمارات. الإمارات. أشكرك. العفو، الله يحفظك. طول